وتم ضخهم في قوات الدعم السريع. اذا اصلا هي قوات الان اصبحت هجين. قوات الدعم السريع ستكون قوات الهامش والجيش وقوة المركز السوداني. وبكل اسف لا يوجد جيش في السودان، هذه الفاجعه الكبرى التي اكتشفها الشعب السوداني بعد سقوط الرئيس البشير، وظللنا نردد ان الجيش السوداني ما هو الا كبار غاده، وانه مؤسسات اصبحت مهمشه الى حد كبير. حتى قوات الدعم السريع مع شخص اخر، هذا ليس حقا ولا حتى حق رئيسه الوزراء. هذه ثانيه. قوات الدعم السريع، قوات الدعم السريع يجب ان تعاد هيكلتها وتدرج ضمن المظله القوميه. انا ضد الخطاب الذي يدعو الناس الى ان هؤلاء تشادين وان هؤلاء ليسوا سودانيين، هؤلاء سودانيين. يجب ان نعلو وان نسمو بخطابنا السياسي. هذا هو الخطاب الاقتصادي الذي انتج لنا هذا الناتج. لا يمكن ان تطلعني في بريطانيا هنا وفي امريكا اوباما حكم امريكا وهو من كينيا. في بريطانيا 100,000 سياسي الان يحكمون ويدخلون البرلمان البريطاني وجذورهم في اسيا وافريقيا وفي امريكا اللاتينيه. هذا الخطاب خطاب عنصري مرفوض. لا يجب ان نتحدث عن ان هؤلاء تشاديين وان حميتي امه من هنا وابوه من هناك. جميعنا في السودان، من هو السودان اصلا؟ السودان هو قبائل وتمازجت وانتجت لنا هذا الناتج. هذا الخطاب الكراهيه الذي انتهى بنا الى هذا الناتج يجب ان نرتقي بخطابنا السياسي. لا يمكن ان نقبل بالمفاهيم الخاطئه. صحيح اننا نواجه تيار من الممانعين الذين يشوهون الصوره، ولكننا لا نخشى في ذلك. سنبقى نقاتل وندافع عن الحق وفق مفاهيمنا اخي الى ان يتحول السودان الى الدوله المنشوده. نحن اصلا مجتمع متعدد الاعراق. خالد تعتقد بريطانيا تنفق وانت تعلم، انا وانت هنا في بريطانيا، ما الذي يدفعنا ان نجلس ونتحدث في هذا الهواء الطلق وفي رايت بارك بحريه كامله؟ بريطانيا تنفق ملايين الدولارات لكي تؤسس لمجتمع متعدد الاعراق، تنفق الاموال. نحن في بلدان ربنا خصانا بهذه الخصوصيه، جعلنا قبائل واثنيات ولغات. نعم خالد، العنصريه